يا سلام على ليونيل ميسي، يعني مو بس سجل هاتريك ولا اجمل في مرمى الجزائر، سدد 4 تسديدات على المرمى مع فلسطين لزملائه، وعمل مراوغتين ناجحتين، واستعاد الكرة 3 مرات، فاز ب3 التحامات. لكن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قدر يسجل أرقام قياسية في تاريخ كأس العالم، وقدر يكسر أرقام قياسية كانت مسجلة باسم بيليه وكريستيانو رونالدو. أصبح ليونيل ميسي يتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم، سجل 16 هدف متساويا مع الألماني كلوزي. ايضا ليونيل ميسي بتسجيله هاتريك في مرمى الجزائر اصبح اكثر اللاعبين فوزا في تاريخ كأس العالم برصيد 17 انتصار، ليعادل ايضا رقم الالماني كلوزي. ليونيل ميسي كسر رقم الجوهرة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم، سجل 16 هدف وقدم 8 تمريرات حاسمة. ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب فوزا بجائزة أفضل لاعب في المباراة في تاريخ كأس العالم. ليونيل ميسي بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والجزائر، أصبح في رصيده 12 مرة يفوز بها ليونيل ميسي كأفضل لاعب في المباراة. ليونيل ميسي أصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم بواقع 27 مباراة. بعمر 38 عام و357 يوم أصبح الأسطورة ليونيل ميسي أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثية في مباراة واحدة. بات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أول لاعب يشارك في 6 نسخ متتالية من بطولة كأس العالم متساوية مع غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو. ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعبين خوضا للدقائق في تاريخ كأس العالم بواقع 2394 دقيقة، متفوقا بذلك على الإيطالي باولو مالديني يلي شارك ب 2217 دقيقة. الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رفع رصيد الأهداف إلى 914 هدف، يتبقى له 86 هدف ويصل إلى الهدف رقم 1000. أثبت الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي موهبته وقدرته على صناعة الفارق كانتا أقوى من كافة التوقعات، ليواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مسيرته الاستثنائية ويضيف المزيد من الفصول لواحدة من أعظم القصص في تاريخ كرة القدم.